بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. واش راكم البنات؟ واش راكم حباباتي؟ نتمنى تكونوا كامل بخير واحوالكم كلها طيبة. مرحبا بكم على قناة وصفات ميليسا. اخواتاتي، اليوم راح نديروا غوسات نحبوها كامل وما كانش فيكم اللي ما يحبهاش، اللي هي الكروكي. كاين بزاف اللي يعرفوها وكاين ثاني اللي ما يعرفوهاش. ماذا بينا نتعلموا مع بعضنا، واللي يعرف ينعت للي ما يعرفش. وكل وحده فينا عندها طريقتها الخاصه وطريقة التحضير، ولو أنه المقادير تقريبا نفسها، ولكن الوصفات يختلفوا من ولاية لولاية. كما تعرفوا بلادنا كبيرة واسعة وفيها حضارات وفيها بلايص بزاف وفيها ولايات بزاف. المهم البنات، هذا هو الكروكي اللي راح نقدمه اليوم. راكم تشوفوا فيه نورمالمون الصورة تعبر على نفسها. بسم الله، نفوتوا لطريقة التحضير. نفوتوا المقادير ساعة. عندنا 6 بيضات كما راكم تلاحظوا، وعندكم كاس ونص سكر، كاس ونص زيت، عندنا رشة ملح والفانيليا و3 باكيات تاع لاليفير شيميك، خميرة الحلوى. وعندنا الفارينة، انا هنا عندي 7 كيسان ونصف. والفارينة تختلف من فارينة لوحدة، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش، كل وحده والفارينة اللي عندها. نبداو طريقه التحضير ان شاء الله. نجيبو ريسيبيون تاعنا، نحطو فيها البيض ونزيدو عليه السكر ورشه ملح ولا الفانيليا نتاعنا. هاد المكونات نخلطوهم كامل مع بعض. واللي عندها خلاط كهربائي ولا باتور تخلط به نورمال، واللي ما عندهاش تنجم تستعمل الفوين نورمال، ما كانش حتى مشكل. كما راكم تلاحظوا البنات، نبقى نخلط حتى يبيض الخليط نتاعنا، حتى يضاعف حجمه. نخلطه بهذا الشكل. البنات لازم نخلطوه مليح باش يجي الكروكي نتاعنا ناجح ويجي خفيف ونتحصلوا على النتيجه اللي رانا حابينها. كما البنات كما تلاحظوا نبدا نضيف الزيت تاعي بالتدريج. هنا الفيديو راني مسرعات وعليها بنت لكم في ساعه لوحتها. لا لوحوا الزيت تاعنا بالتدريج حتى ينسجموا كامل المكونات مع بعض وينسجم الخليط نتاعنا مليح، باش من بعد الفرينه العجينه تاعنا ما تصفيلناش الزيت. بعد ما ينتج الخليط نتاعنا بزاف، انا جاني بيض شويه، انا الكروكي نحبو صفر، كان عندي ملون صفر راني ضفته قدامكم، درت نص مغرفه صغيره. كما تلاحظوا البنات نواصل الخلط حتى يثقل شويه الخليط تاعي يولي كريمي ويضاعف حجمه. نشوفوا باللي ثقال شويه، نبدا نضيف الفرينه نتاعي. انا راني مولفه اللوحه على ضربه، مي هنا لاجل التصوير باش تشوفوا مليح راني نلوح لكم بالتدريج، نلوح بالطرف ونخلط. لوحه الفرينه نتاعي زدت ضفت عليها 3 اكياس خميره الحلوى كما راكم تلاحظوا. نبدا نخلط كي نشوف الخليط تاعي مازال ناقصته الفرينه نزيد حتى نتحصل على القوام اللي راني حباته. نضيف الفرينه بالتدريج. البنات الفرينه راني غربلتها من قبل، هذه الملاحظه لازم تاخذوها بعين الاعتبار. لازم تحصلوا على عجينه طريه، لازم تكون طريه باش يجي الكروكي نتاعنا يجي خفيف ويجي مقرمش، ما يجيش ثقيل ومعجن بزاف. كل ما يكون الخليط نتاعك خفيف كل ما يجيك الكروكي نتاعك خفيف.
كيما راكم تلاحظوا البنات، هنا صاير راني كملت الفرينه اللي راهي عندي. هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. ندهن البلاطو نتاعي بشويه زيت، وهنا كنت سبقتكم ديجا راني حضرت وحده نشوفها تصلح ما تصلحش كيما راكم تعرفوا، سورتو مع التصوير واحد لازم ما ينظم روحه. ونحلها نبسطها بهذا الشكل. لازم نعاون يديا بشويه تاع زيت باش ما تلصقش العجينه في يدينا. وهنا كنت درت بيضه ودرت فيها مغرف صغيره كاكاو على جال اللون وعلى جال يتنحى لنا ريحه البيض. كما تعرفوا ريحه العظام ما هيش محبوبه بزاف، كامل يكرهوها. كي نكمل نجيب فرشيطه ندير خطوط نزين بهم الكروكي نتاعنا. هذه باينه طريقه معروفه الجزائريات كامل يديروها، ما كانش وحده ما ديرهاش. انا الكروكي تاعي نحب نضيف عليه جلجلانيه من الفوق، نحبو يجيني باهي. اللي عندها تضيف، اللي ما عندهاش ولا اللي ما تحبهاش نورمال تنجم تستغنى عليها عادي جدا. انا كيما راكم تلاحظون ندهن يديا بالزيت ونشكل حرابش ونحلهم نعدلهم في البلاطو نتاعنا بهذا الشكل. راهي طريقه سهله خلاص. وهذه الوصفه راهي ناجحه ومضمونه 1000%. جربيها اختي راح تنجح لك من المره الاولى. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، هذه هي الوصفه. انا هاد لاروسيت راني ما نستغناش عليها. كما تلاحظوا نعاود نفس العمليه نفس الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامل. والبنات انا كنت سبقتكم وشعلت الفرن تاعي يسخن، درته على درجه حراره 180. وانا الكروكي نتاعي نطيبه في الرف الوسطاني، نديرو في الوسط نشعلو من التحت والفوق في نفس الوقت ونخليه يطيب حتى كيطيب لي من التحت والفوق ويحمر وياخذ اللون اللي راني نحوس عليه. هاني نحطو. كاين اللي تجبدو تعاود تدهنو الاخر الكونفيتير، ولا انا ما نحبش، انا نحبو هكا نقصو ونخليه. اذا تحبيه يجيك مقرمش والاخر تخليه هكاك بلاش ما تلوحيش في بواط، ولا لوحيه في بواط وما تغطيش عليه. واذا تحبيه يجيك طري وراتب لوحيه في بورتمونجي ولا وغطي عليه، راح يولي لك راتب ويولي لك خفيف يهبل. وجدوه بالخف، ما هي طريقه ما تعطلش خلاص. تفطروا به الصباح، تمدوا لولادكم يفطروا به ولا تستقهوا به. ها وهنا بعد ما طاب لي هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. انا نحبه يكون بيان دوغي، نحبه يكون حمر شويه، ما نحبوش يكون صفر هكاك. كي نجبدو من الفور برك نقطعو كيما تلاحظوا البنات راه باين خفيف، راه يتفتفت وحده. البنات اللي عندها الفرن تاعها ما يشعلش من التحت والفوق نورمال، تشعل التحت وحده حتى يطيبوا يحمر. كي تشوفوا حمار من التحت تشعلوا الفوق يحمر، تحصل على لاكولا اللي راهي تحبها وتهبطوا نورمال. مش شرط يكون الفرن تاعك يشعل من التحت ومن الفوق نورمال، ما كانش حتى اشكال. هاي النتيجه اللي تحصلت عليها. جا كروكي ولا اروع، صدقوني جا خفيف 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 وبنين يهب. كيما راكم تلاحظوا بمقادير يعني جد بسيطه، حوايج متوفرين في اي دار، يكونوا في اي دار تما، مش حتى ما لازم تشريه ولا تشري حوايج كبار باش نجمي تخدميه، ولا شويه بيض شويه زيت شويه سكر وانتي خدمتيه. هاي النتيجه اللي تحصلنا عليها البنات. جا خفيف جاي شهي شهيتكم في الجنه ان شاء الله.
البنات على بالي كاين بزاف بنات تفرجوا على الفيديوهات نتاعي الاولين اللي كنت نقدم فيهم المحتوى نتاعي بدون صوت، وكنت نخدم الفيديو ندير له مونتاج تاعو و نرافقه بالكتابه، نشرح طريقه الشرح تاعي تكون بالكتابه. حبيت نبدل وبزاف بنات اقترحوا عليا نقدمه بصوتي، قلت علاه لا نجرب ونشوف اسكو يعجبكم الفيديو بصوتي خير ولا بالكتابه خير. ماذا بيا تعطيوني رايكم بكل صراحه. البنات حبيت نقولكم ربي يوفقنا كامل ان شاء الله، كل واحد يكمل له ربي في واش راهو يخمم وفي واش راهو يمل. اللي ما عندهاش الاولاد ان شاء الله ربي يرزقها، واللي مريض ربي يشافيه ان شاء الله ويعافيه، واللي مهموم ثاني ربي يفرج عليه ان شاء الله، وربي يفرج على كل واحد فينا. المهم البنات ما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتنجحوا فيها بإذن الله، وتعطيوني رأيكم أكيد في التعليقات. إلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله. البنات ما تنساوش جام وكومنتار، اللي ما اشتركتش في القناة تدخلوا تشترك باش تكبر القناة تاعي، وإن شاء الله توصل بزاف من الناس. مع السلامة.